أهلا ومرحبا بكم معنا أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير وحلقة جديدة من وصل صوتك. الله 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 يحمي الملك عبد الله، ارفع راسك فوق الجلة ولا تركع إلا لا الله، ارفع راسك فوق الجلة ولا تركع إلا لا الله، عند الملك عبد الله والمملكة الهاشمية. وعودناكم دائما لقائنا فيكم يتجدد من 5 إلى 7 وعلى الهواء مباشرة على نور مينا. ارفع راسك فوق الجلة ولا تركع إلا لا الله، عند الملك عبد الله والمملكة الهاشمية. المملكة هاشمية. ووصل صوتك معي عروب العبادي وبرفقة مخرجنا علاء الفاعوري، وبنحيي على الصوت أكيد عبد الله رقيبات، وعلى التصوير قصي القيسي. يسعد الله هواها ويسعد الله الأردنية، ويسعد للأردنية هاشمية، وبلدنا ما أحلاها الله العالي سواها، وبلدنا ما أحلاها الله العالي سواها. يسعد الله هواها ويسعد الأردنية، المملكة هاشمية. أبيش بحالها بيش زي الأردن بنلاقيش، أبيش بحالها بيش زي الأردن بنلاقيش، إحنا أمن وجند وجيش نعتز بهالهوية، أردنية نعتز بهالهوية. أهلا ومرحبا بكم معنا أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير وكل عام وأنتم بخير، وكل الشعب الأردني بخير، وقيادتنا الهاشمية أكيد بألف خير، والأمتين العربية والإسلامية إن شاء الله بضلهم بخير. وحلقة جديدة من وصل صوتك بعد احتفالات الوطن بعيد الاستقلال، ويسعدنا بأن يكون معنا أول اتصال بهذه الحلقة أخونا المتنبئ الجوي رائد رافد آل خطاب من دائرة الأرصاد الجوية. ومع بداية هالأسبوع بهمنا الاطمئنان على الحالة الجوية. أبو طارق الله يمسيك بالخير. يا حي الله، اهلين اخت عروب، وكل عام وانت وجميع الشعب الاردني بخير. وانت بألف خير ان شاء الله. الله يحييكي. ارفعوا لي الصوت شباب اذا تكرمت اخي رائد. نستمع الى النشره الجويه واحنا في بدايه اسبوع. على ما يبدو اليوم الجو الظهر يعني هيك زي اللي غير رايه شويه براد حسينا. نعم تفضل. نعم طبعا اليوم يعني لاحظنا كميات من الغيوم من النوع المتوسط والعالي الارتفاع. نعم. غطت سماء المملكة، وطبعا هذه الغيوم راح تظلها موجودة في سماء المملكة حتى ساعات ظهيرة يوم الغد. نعم. وبالتالي خلال الساعات المتبقية من هذا اليوم وخلال الفترة الليلية الجواء معتدلة مع ظهور لهذه الكميات. نعم. استمرارية لظهور لهذه الكميات الغيوم من السحب المتوسطة والعالية. برضو كمان هناك خلال فترات المساء والليل احتمال ضعيف، واحتمال ضعيف لكنه موجود لسقوط ذخات خفيفة من المطر
بإذن الله، خاصة في المنطقة الجنوبية، وهي نقاط خفيفة يعني يعني ليست أمطار غزيرة، هي أمطار خفيفة جدا ولكنها واردة خاصة بالمنطقة الجنوبية خلال فترة الليل وخلال ساعات صباح يوم الغد. الرياح راح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة. وطبعا خلال الفترة الليلية راح درجات الحرارة الصغرى راح تكون أعلى من الأيام السابقة، والعظمى أو الصغرى خلال الليل بالعاصمة عمان حوالي 20 درجة مئوية متوقعة بالليل. غدا راح يكون هناك ارتفاع قليل على الحرارة، راح يكون في هناك اندفاع لهواء ساخن قادم من فوق الجزيرة العربية، وبالتالي راح تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة. نعم. الأجواء راح تكون حارة نسبيا في المناطق الجبلية وحارة في باقي مناطق المملكة. أيضا راح تظهر السحب متوسطة، بعض السحب المتوسطة والعالية خاصة زي ما ذكرنا في ساعات الظهيرة، ساعات الصباح والظهيرة. الرياح الجنوبية شرقية لجنوبية غربية معتدلة السرعة بتتحول في ساعات مساء الغد لشمالية غربية. وطبعا العظمى غدا في العاصمة عمان راح تتراوح لحوالي 31 إلى 32 درجة مئوية. بالنسبة يوم بعد غد ارتفاع آخر على الحرارة، ودرجة الحرارة في العاصمة راح توصل لحوالي 33 إلى 34، وأجواء بين حارة نسبيا إلى حارة. نعم. نرجع نحكي عن الليلة هاي. وغدا بالنسبة لخليج العقبة أجواء خلال فترات الليل معتدلة في العقبة، أيضا مغطاة بكميات من السحب المتوسطة والعالية. نعم. وطبعا سقطت بعض الزخات الخفيفة خلال الساعة الماضية في العقبة، وأيضا استمرارية لهذا الاحتمال لسقوط زخات محلية خفيفة. نعم. بإذن الله في العقبة خلال فترة بقية هذا اليوم وساعات الصباح الأولى من يوم الاثنين. نعم. نهارا غدا أجواء حارة في العقبة، ظهور أيضا سحب عالية الارتفاع ورياح راح تكون شمالية معتدلة لنشطة السرعة، بتتحول أحيانا لجنوبية معتدلة، والبحر بيكون متوسط ارتفاع الموج. نعم. درجات الحرارة الصغرى هذه الليلة والعظمى في بعض المناطق، نبدأ من العاصمة عمان والمرتفعات الشرقية من نعم. العاصمة. الحرارة خلال الليل تنخفض لتسجل أقل حرارة حوالي 20 درجة مئوية، بينما ترتفع الحرارة نهار الغد لتسجل أعلى حرارة كعظمى حوالي 31. المرتفعات الغربية من 19 إلى 29، المرتفعات الشمالية من 18 ل 27 ل 26 27، مرتفعات الشراء 17 ل 26، البادية والسهول الشرقية من 19 ل 34، بينما الأغوار الشمالية الصغرى اليوم 22 وغدا العظمى 37، الأغوار الوسطى من 23 ل 36، والأغوار الجنوبية من 26 إلى 36 أيضا. وأخيرا في العقبة الحرارة بالليل تنخفض لتسجل أقل حرارة حوالي 25 ل 26 درجة مئوية ليلا. نعم. وترتفع نهار الغد لتسجل أعلى حرارة حوالي 36 درجة مئوية كعظمى. نعم. أهلا ومرحبا بكم معنا أعزائي المشاهدين من جديد. ويمكن بدنا نعتذر من العديد من الأشخاص، يمكن بالاستوديو المفتوح الذي كان معنا يوم الجمعة العديد من الأشخاص راسلونا وبعثوا لنا برسائل قصيرة، يمكن إن شاء الله أنه يتسنى لنا الوقت أن نمر عليها لو مرور سريع إن شاء الله بأثناء هالحلقة. وأكيد ما بننسى دائما نوجه تحياتنا لكل أصدقاء وصل صوتك المتواصلين دائما معنا. واسمحوا لي بأن يعني نمر هيك مرور سريع على بعض الرسائل التي وردت لنا. بدنا نوجه تحية أولا لهاشم القواسمي اللي تواصل معنا بحلقة يوم الجمعة، بنوجه له أكيد تحية. أيضا آل ماضي في عمان والعقبة وفي الجنوب في جنوب الأصل والأصالة يتقدمون بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الاستقلال لحضرة صاحب الجلالة الهاشمية حفظه الله وأدام عرشه المفدى وكل الأردنيين الأوفياء في هذا البلد الطيب. مازن ماضي، مازن بنوجه لك تحية، كل عام وأنت بخير يا أردن الأشراف. من حمزة التيتي حمزة بنوجه له أيضا تحية. آل الفقير يباركون لجلالة الملك بمناسبة عيد الاستقلال من دكتور بسام الفقير، أيضا بنوجه له تحية. ونادر عبابنة كل عام والأردن وقائد الوطن بخير، وكل عام وأنت بخير أيضا يا نادر. وبمناسبة عيد الاستقلال كل عام وسيد البلاد بألف خير. محمود خليفات المتواصل أكيد دائما معنا في وصل صوتك، بنوجه لك تحياتنا أكيد.
أيضا إن كان العالم ضدي فأنا أردني أعشق التحدي. كل عام وكل الأردن بألف خير. تحياتنا لكم. ومن غرام وآيات وإسراء وبوجهه تحية أكيد لجلالة سيدنا سيد البلاد بمناسبة عيد الاستقلال. تحياتنا لهم أكيد. أيضا عمر السردي تحياتنا له. بعتلنا مهندس عروب كل عام وأنت بخير والوطن بخير وقائد الوطن والأمتين العربية والإسلامية بألف خير وأنت بخير. أكيد عمر تحياتنا لك، أنت دائما متواصل معنا. وعشائر الطلافحة في جحفية بنوجه لهم تحية. ونوح دائما المتواصل معنا ما بننسى نوجه له أكيد كل التحيات على التواصل معنا. باعث بطاقة تهنئة إلى سيد البلاد وللشعب الأردني جميعا. أيضا بني هاني يباركون للوطن عيد استقلال الميمون. من رضوان بني هاني بنوجه لك تحية رضوان على هذا الكلام الطيب وكل عام وأنت بخير. وأيضا الشيخ عبد الله درويش والشيخ محمود عصفور يهنئون سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بعيد الاستقلال. أعاده الله علينا بكل الخير وكل عام والأردن بخير وأنتم إن شاء الله بألف خير. أيضا سليم عارف العقاربة عشائر العقاربة تهنئ جلالة الملك بعيد الاستقلال. من سليم عارف العقاربة بنوجه له أكيد تحية. سليم عشائر الفريحات في الأردن وخارجها تهنئ سيد البلاد وتقول له كل عام وأنت بألف خير يا سيدي والشعب الأردني العظيم بألف خير. وبهذا التلاحم الوطني الكبير وكل التبريكات بمناسبة عيد الاستقلال 66 سلطان الفريحات كل عام وأنت بخير وكلام رائع. من أم محمد وأولادها نور وغدير ووسيم بيهنئوا الوطن وابنهم المهندس سهى وابنهم محمد ابو نوير على التخرج. مليون مبروك كل عام وانتم بخير ايضا والوطن بخير. معانا من تبوك فرحان العنزي. فرحان مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. نبارك للملك عبد الله ونبارك للشعب الاردني كله عامه والى الامام. ومعي مشاركة برضه من بنتي بدها تشارك بعد. أعطينا إياها. كلمي رهف. أيوه. ألو. رهف. اتفضلي حبيبتي. مبروك ملك عبد الله. الله يبارك فيك يا حبيبتي. وشعب الأردن. يحبكم. أحبكم. احنا بنحبكم كمان. احنا كمان بنحبكم يا رهف. كل عام وانت بخير حبيبتي. اسمي رغد. اسمي رغد. اسمك كتير حلو يا رهف. الو. تفضل. الله يخلي لك اياها فرحان. بنتك؟ ايه بنتي هي اساسا هي تاكل. يوم كلمتكم وهي تاكل هي. يلا الله يخلي لك اياها يا رب. الله يخليك ان شاء الله. تسلم. بركه على العموم وان شاء الله الى الامام ومع السلامه. تسلم. شكرا فرحان. اكيد بيسعدنا دائما مشاركاتكم وتحياتنا لك وكل اهلنا في المملكه العربيه السعوديه.